معلم محترف، وتتقال باللغة العربية معلم وخبير. صياد، هتقول لي أنا لسه مبتدئ. أنت اللي مقصود في الفيديو عشان تطلع من الفيديو ده تعرف يعني إيه محترف، وهتبقى محترف. تابعنا في الفيديو. أحمد شرغوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أحمد شرغوش لتعليم وأساسيات مهارات الصيد. وحشتونا. موضوع النهاردة إزاي تبقى محترف وتوصل لدرجة إنك تمسك العود وتقول العود ده هيشتغل كذا. هي خبرة ومحتاجة مهارة عالية. أنا هديها لك في الفيديو ده بمنتهى السهولة. ما عليك إنك تركز في الفيديو وتطبق بعد الفيديو وتقول لي النتيجة ان انت بقيت خبير محترف. مفيش عود وحش، مفيش عود صيد وحش على مستوى الصيد، سواء ترقيد، تسليك، ايا كان نوع العود اللي هتستخدمه للصيد. استخدامنا للعود هو اللي بيؤدي لنتيجة حلوة او نتيجة وحشة. توظيف العود بتاعنا، عايز الخص لك النهارده الكلام خصوصا عود التسقيط. لما بتيجي تشوح من على الشط والساحل وتجيب عفوا عود 100 200 عاصي، هل ده ينفع في التسقيط؟ لما بتروح تشتري عود وتقول هجيب عود صب عشان يبقى جامد ويستحمل، هل ده صح؟ العيدان المفرغة سواء كانت تلسكوب أو قطعتين تركيب هي أفضل عيدان التسقيط، وده اللي هنشرحه في حلقة النهاردة. قلت لك عشان العود بتاع التسقيط أو في المجمل أي عود عايز تشتريه لازم تتمتع فيه المرونة والقوة في نفس الوقت. لو العود خرجت منه المرونة، أنا ببسط الأمور عشان الناس المبتدئة تفهم. لا عايز اقول لك فصت ولا اكشف فصت ولا اقول لك كلام تقيل على دماغك زي ما بيعملوها في الفيديوهات وتتفرج على الفيديو تسمع كلام جميل وما فهمتش حاجه. لو العود ما فيهوش مرونه وكان عاصي ليه شغل معين، بشوح ب 200، بسلك على مياس، بجر خفيف بلور، عود اطرش زي ما بيقول. اما اروح اجيب عود طالع تسقيط على الحساسيه واجيب عود عاصي، عشان كده بتصيع نفسك وتعدي يومك. قبل ما اكمل كلامي، انا هعرض لك الفيديو ده دلوقتي، هتتفرج عليه وتشوف الاعواد الحساسة مع المحترفين بتطلع ايه، وهكلمك والفيديو شغال عشان تفهم بالشرح العملي. يلا بينا. طبعا هنا الشغل على تسقيط وعر، وتحية كبيرة لاخويا وحبيبي ابراهيم بسطة محترف. يلا بينا. في الجوزة فرق. انزل ريح. صلاة النبي كله بيلعب، كله حي. عايزك وانت بتصطاد تتمتع بالسمكة، ما تتشعفش على السمكة وتتفاجأ عليها تكسر عود. واحدة واحدة، مفيش حاجة اسمها عاصي على العاصي. عصافير. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. خد السمك على ايدك كده بس. صلاة النبي. بص على صدره قد ايه يا ريس. صلاة النبي ما شاء الله. الله ريمان. عليك يا ابو صلي على النبي على الاحجام. قبل ما ابدا اشرح ازاي تختار عود التسقيط، عايز اقول لك معلومه مهمه، ومش عايز ناس تزعل مني في اللي انا هقوله، لان انا بقوله عشان اعلم المبتدئ، مش قصدي بيه حاجه.
هنا في الفيديو ده واقفين على وعر، والوعر الحاجة الوحيدة اللي تبين ريس المركب والحاجة الوحيدة اللي تبين الصياد. هي أي سمكة تبين الصياد، ولكن اختبار قوي لريس المركب واختبار قوي للصياد المبتدئ والمحترف. ليه؟ اختبار لريس المركب لأن بالنسبة للغرق بطلع في الغرق فوق وانزل على الطرقة مية وريح، اسمها مسوح ماشي مية وريح، يعني المركب ما برميش هلب والهواء اللي بينزلني والريح، وبرجع الف على نفس الطرقة تاني، يعني باخد السمك دندراوي ولا نازل. انا الفيديو ده عامله بكلام محترفين صيادين وكلام بلدي عشان بكلم المبتدئ. انا مش عامل وعايز اغلط غلطة الفيديوهات الكتير اللي بيتكلم كلام اكاديمي ومحترف جدا من غير ما يوضح معناه، فاللي قاعد قصادك مبتدئ لان هو اللي محتاج الفيديو فما فهمش حاجة. يعني كل الكلام اللي انا هقوله ده كلام علمي يقال بالكلام العلمي، مش هتفهم منه حاجة، ولكن بوضحه لك. اما بالنسبة للوعر فالوعر نقطة، لو وقفت على نقطة صح بتاخد السمك صح. وقفت على حرف الوعراية، على نص الوعراية، الهلب نط منك وانت واقف على الوعراية، شكرا، السمك يقف يا اما الهلب نط يا اما دخل عكس، يعني سمكة كبيرة داخلة على السمك، يا اما الريح مغير بيلف كتير في الجو فالسمك مش هياكل. 3 حاجات وانت واقف بتاخد سمك يوقفوا السمك معاك. على الوعر ممكن يكون الهلب نط، امن على الهلب بتاع المركب، طبعا ده ريس المركب مش حضرتك. الحاجة التانية دخل عكس، يعني وانت شغال على السمك وموجود السمك حاضر وقف، يبقى في عكس تحت، حلبوشة، شجري، عضاضة، انش، اي نوع من انواع القرص. او الريح غير، والريح لما يغير كتير اليوم ده ما بتبقاش نتيجة الصيد فيه حلوة، عشان كده تطلع تسقيطك في ريح ثابت. وعامل لكم فيديوهات عندي في القناة اهم الرياح اللي تطلع فيها في التسقيط. طب بالنسبة للصياد، صياد الوعر حامي بيضيع رصاص كتير، عشان كده ما بنعملش عدد سنون ياما. انا دخلت في جزء تاني بس بيفيدك برضه. 3-4 سنار، اول خبطه بتسيبها، تاني خبطه بترد عليها وتطلع على طول عشان السمك ما يسكنش بيك الوعر. تعالى بقى نخش على حته العود. وسيله التواصل بينك وبين السمكه الاحساس، تجيب عود اطرش ما تحسش، تتفتش وتطلع وتلاقي ريس المركب اخر النهار الله يحنن عليه حد عايز سمك. هو مش ساحل، هو اشتغل بعود صح، وصل له الاحساس. تعال افهمها لك اكتر. انا جايب 3 عيدان، منهم عود تركيب وعودين اريال، بدون مكشف نوع العود اللي في ايدي، لان عامل فيديو تعليمي وليس ترويجي لاي بضاعه. الناس اللي مشتركه عندي على اليوتيوب هتلاقي عندي جروب اسمه جروب احمد شرغوش، هحط لك اللينك بتاعه هنا على الفيسبوك. انا ببيع عده صيد، ولكن لما بعمل فيديو تعليمي ببعد كل البعد عن ترويج لاي منتج. العود ده مفرغ، ولكن انا هعمل حركه كده. لقيت العود ايه؟ اطرش، الهزه الكتير دي مفيش. تمام؟ طيب اشيل العود ده كده وارجع على عود زي ده كده تركيب. اولا عايزك تركز في حاجه، الدبله هنا رجل ورا رجلين، تفرق؟ تفرق. الاعواد ام رجلين بغض النظر كان العود طري او حساس، حتى هتلاقي اغلبيه عيدان الصب برجلين، مفيش عود صب برجل واحده. ليه؟ لما بيعمل عود برجلين اعرف ان العود ده انحناؤه عالي، فلو عمل الرجلين شوكه فوق وشوكه تحت متثبتين هنا اللي هم مثبتين الدبله، والعود بيتنى في الانحناء ده الكيرف ده كده،
بالبلدي يدقر فالعود يتكسر. فالعود طالما برجل واحده اعرف ان هو قسط اصلا او انحنائه عالي. فلو مسكنا عود زي ده كده بعد ما سبت العود لقيت ايه؟ شايف الرجه الياما دي؟ حساسيته اعلى من اللي فات. ولو مسكنا عود زي ده كده حساسيته اعلى من اللي فات، سواء كان التركيب اعلى من العود الاطرش اللي احنا حطيناه ده. دي اللي قلت لك اول شرط من شروط عود التسقيط، انه يبقى فيه حساسيه، فيه اهتزاز، فيه مرونه، فيه توصيل للاشاره اللي جايه لك من السمكه. الناس اللي بتصطاد وعر ما تحطش رصاص تقيل، اخف رصاصه تنزلك على الارض هي الرصاصه المظبوطه. كل ما تزود رصاص وزن الرصاص في الوعر انت كده غلط. اخف رصاصه تنزلك على الوعر هي اللي صح. يعني انا واقف على وعر كله رامي ب100، لو رميت بال80 ونزلت انت كده ممتاز، بال60 انت كده ممتاز. في اراضي وقفنا عليها بنسقط برصاصه 3، دي شروخات بفردة سنار واحد. عشان كده بقول لك توظيف الشغل. اجيبه تركيب ولا اجيبه اريال؟ تجيبه حلو. 3 شروط في العود زي ما قلت لك. بعد المرونه اللي وريتها لك، بعد ما لقيت شرط المرونه متوفر، تيجي بقى هنا على القوه. يعني ايه؟ يعني انا بعمل العود ده كده بيفضل يتهز معايا فالمرونه. طيب ادور على تاني اختبار، المرونه. بعد المرونه القوه. مش مجرد ما اعمل كده العود جه في ايدي حتتين ما بقاش في قوه. خلي بالك الاختبار ده تخلي حد يختبره لك مش انت، لان انا العود ده عشان برضو تبقى فاهم، لو انا عملته كده وانت جيت تعمله كده واتكيت اكتر من اللازم في انحناء وزاويه العود خطأ تكسره وتبقى انت الغلطان. لازم تبقى حساس مع العود. بمعنى لو انا ماسك ايد طفل وبلويها عشان اوجعه او عشان اعاقبه عقاب بسيط، وده غلط، يعني انا بشبه تشبيه خفيف يعني كده، او انت بتقرص على ايدي عشان تنبهني لحاجه معينه، هتقرص على ايدي بقوه انك تكسر المفصل، هو ده اللي انت بتعمله. لازم تعرف ان الفعل اللي بتعمله هيقف عند حد معين. العود لما بيتعمل فيه زاويه اسمها زاويه انحناء، يعني العود ده يتنل كده، لو انا حاولت اقرب ده لتحت هنا انا كده بزود عليه الحمل بتاعه فبكسره. وده اختبار الشركات، بيفضل يعمل العود ده كده ويعلق عليه وزن من هنا لغايه ما ينزل 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 لغايه ما العود يطرشق. طرشق عند 10 كيلو يكتب لك تحميل 8 أو 9. وصلت؟ ده اختبارات العود. لان في فيديوهات بتطلع اختبار غلط. انا اجيب عود واقف امشي عليه، او اجيب عود واقوم رامي مطرقه عليه. انت عايز توريني ان العود قوي، بس هو العود اتعمل عشان تقف عليه بجسمك؟ طب معدن الكاست لو وقفنا عليها طفل صغير هتتكسر وبتجر جر خفيف. الاختبار اللي بتعمله غلط. لو اختبارك صح نقف على عدان الكاست ال10 30. ينفع؟ ما ينفعش، يبقى اختبارك غلط. اختبار يعني تحميل وزن. انت عامل عود عشان ترفع عليه وزن معين، يبقى تختبره الاختبار الصح. لما يجي لي طفل عشان اختبر لياقته البدنيه، ما ينفعش اديله امتحان في العلوم او في الكيمياء او في الفلسفه او في اي ماده. انا بختبر لياقه بدنيه ومجهود بدني. اختبر صح. في فيديوهات بتتعمل فيها اختبارات غلط بنشوفها كتير. فلما تيجي تختبر عود تبقى ايدك حساسه قوي، ما تتكاش عليه عشان ما يتكسرش وتبقى انت الغلطان، يا اما تخلي اللي قدامك البياع او المسؤول هو اللي يختبر لك العود. وده مش عيب. ما تشتريش لو العود شاكك فيه قول له اختبرهولي، ما اختبرهولكش ما تشتريش. من عندي ومن عند غيري ده الصح. انت خايف تمسك العود يتكسر منك؟ صح، انت صح، قول له اختبر لي العود. ادي المرونه، فين القوه؟
مش عايز اطول عليكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل كده. المعلومه اظن انها وصلت. اي حد ما فهمش حاجه معينه وعايز يسالني يتواصل معايا في تعليقات الفيديو. ارجو ان اكون ضيف خفيف عليكم في الفيديو ده. قناه احمد شرغوش، اللي استفاد وحابب يشترك معانا اهلا وسهلا بيه. اللي مش مشترك واشترك معانا اهلا وسهلا بيه. اللي عايز يخش على الجروب بتاعي اللي قلت لكم عليه معانا في اليوتيوب ومش معانا في الفيس اهلا وسهلا بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.